خليني أبدأ بسؤال واحد بس، هو ليه ناس كتير بتتعلم أونلاين بس قليل قوي اللي بيكسب فعليا؟ مش عشان السوق صعب، ولا علشان أنا معرفش أجيب دولار، ولا علشان الشركات مش بتوظف. السبب الحقيقي أبسط من كده بكتير. معظم الناس بتتعلم مهارات شكلها حلو بس ملهاش استخدام مباشر جوه الشركات ما بتهتمش انت شاطر قد ايه، ولا تعبت قد ايه، ولا خدت كورسات منين. الشركات بتهتم بحاجة واحدة بس، انت هتحل مشكلة ايه. الفيديو ده مختلف عشان انا مش هكلمك عن جرافيك ديزاين ولا سوشيال ميديا ولا برمجة تقليدية ولا اي حاجة مستهلكة. هكلمك عن مهارات اي شركة محتاجاهم وبيدفع لها بالدولار، تقدر تتعلمها في اسابيع، تشتغل بيها لوحدك، ولو كملت للنهاية هتبقى عارف بالظبط ايه المهارة اللي تناسبك وتبدأ بيها ازاي ومن غير لف ولا تنظير. وهنا احنا في المهارات دي هنركز على البي تو بي، يعني احنا هنركز ان احنا نبيع المهارات دي لشركات مش افراد. المهارة الاولى الاي اي ورك فلو اوتوميشن سبيشاليست. المهارة دي معناها ايه؟ انت بتاخد شغل بيتعمل يدوي وتخليه سيستم شغال لوحده. مين محتاج الشغل ده؟ اي شركه عندها ليدز اللي هم عملاء محتملين، وكلاينتس ومسجز وريبورتس. يعني تقريبا كل الشركات. انت بتعمل ايه بالضبط؟ بتربط الواتساب بالايميل بجوجل شيت بالاي اي بالسي ار ام، وتخلي الردود تلقائيه، تقارير تلقائيه، المتابعه تلقائيه، والشغل ما يقفش. مثال حقيقي، شركه اونلاين بيجي لها ليدز اللي هم عملاء محتملين، انت تبني الورك فلو، يدخل الليد، يرد الاي اي، تتسجل الداتا، يتم الفولو اب، يتبعت ريبورت. النتيجه توفير وقت وتوفير فلوس وسرعه في الشغل. طبعا الدخل الواقعي لو هتعمل السيت اب اللي هو الايجنت اللي بيعمل الورك فلو ده، هتاخد من 500 ل 1500 دولار، وممكن تعمل متابعه شهريه بحوالي 300 دولار. مين اللي بيدفع الكلام ده؟ الكوتشز، الاي كوميرس براند، الكونتنت كرييتورز، بس الناس الكبيره. ليه الطلب عالي؟ علشان في 2026 الشركات بقت تستخدم الاي اي بس مش عارفه تربطه ببعضه. خطه التعلم بتاعتك هتكون ممكن 6 اسابيع. الاسبوع الاول هتعرف اساسيات الاوتوميشن، وانا هسيب لك ان شاء الله في الوصف مصادر تتعلم منها. الاسبوع الثاني لان 8 ان بربطه بالاي اي تولز. الاسبوع الثالث هتعمل كيس ستادي حقيقيه. الاسبوع الرابع هتبني الورك فلو، كذا ورك فلو. الاسبوع السادس هتعمل بورتفوليو. طبعا انت عملت الاعمال كده فانت معاك بورتفوليو اوريدي. المهاره الثانيه، وهنا هتخصص من الورك فلو اوتوميشن لحاجات معينه، وهي الاي اي سيلز اوتوميشن يوزنج ان 8. خليني اسالك سؤال بسيط، هو ليه بيزنس عنده ليدز وعنده منتج كويس وبرضه المبيعات ضعيفه؟ المشكله مش في الاعلانات ولا في المنتج ولا حتى في التسعير، المشكله غالبا في الوقت. العميل بيسيب بياناته وبيستنى، واحيانا الرد بيتاخر، واحيانا كمان الرد مش مناسب، واحيانا مفيش فولو اب اصلا، والعميل بيروح للي بيرد اسرع. وخليني اقول لك الفكره من غير تعقيد، احنا مش بنعمل شات بوت ولا بنعمل تولز حلوه وخلاص، احنا بنبني سيلز ورك فلو كامل من اول الليد لحد اول كونفرزيشن لحد الهاند اوف للانسان. يعني اي اي بيشتغل من الاول والانسان بيتدخل في الوقت الصح، وده اللي الشركات محتاجاه فعلا. السيستم بيعمل ايه؟ خلينا نمشي بالسيناريو الطبيعي. العميل بيدخل الويب سايت وبيسيب بياناته او يبعت مسج. في اللحظه دي السيستم بيشتغل. الخطوه الاولى، الليدز بيدخل على الفورم ويسيب الواتساب او الايميل. الخطوه الثانيه، الان 8 ان بيستقبل البيانات ويسجلها في جوجل شيت او سي ار ام. الخطوه الثالثه، الاي اي بيقرا البيانات ويعمل تصنيف العميل، يفهم هو مهتم بايه، جد ولا لا. الخطوه الرابعه، الاي اي يرد، مش كوبي بيست، ده رد حقيقي على حسب العميل كاتب ايه. الخطوه الخامسه، فولو اب تلقائي بعد 24 ساعه، بعد 3 ايام، بعد يومين، اللي انت عايزه. انت بتحدد الكلام ده للاي اي في الورك فلو من غير ما حد يفتكر ولا حد ينسى. تمام، انت بتحددها خلاص. الخطوه الخامسه، لو العميل جاد السيستم بيبلغ السيلز انه يحجز كول معاه او يبعت له على الواتساب. وده مش خيال، ده شغل حقيقي، وتقدر تتعلم الكلام ده من كورس اي اي سيلز اوتوميشن يوزنج ان 8 ان من على يوديمي. والكورس ده بالعربي من خلال اللينك اللي في الوصف. ولو هتشتغل على ان 8 ان هتقدر تفعل الاستضافه من هوستنجر، وهسيب لك اللينك اللي في الوصف برضه. المهاره الثالثه، تكنيكال دوكيومنتيشن اند اس او بيز بيلدينج. دي مهاره ناس قليله واخده بالها منها، بس كل شركه محتاجاها. كل شركه عندها شغل، بس الشغل ده غالبا في دماغ شخص واحد او 2 أو 3 ايا كان، مش مكتوب، ولو مكتوب مش بيكون مرتب ومش واضح. اول ما الشخص ده بيمشي الدنيا بتتلخبط. دورك ايه؟ انك تدخل تفهم السيستم وتحوله لوثائق وخطوات وتعليمات واضحه. فبتعمل اس او بيز
مانوالز، بروسيس مابينج، وانترنال دوكيومنتس، بحيث اي حد جديد يمسك الملف ويشتغل عادي. ليه الشركات بتدفع؟ علشان التوثيق بيساوي استقرار، والاستقرار ده بيساوي فلوس. مشروع واحد توثيق نظام شركة ممكن من 1000 ل 2000 دولار اصلا، وبيكون مرة واحدة من غير تصميم، من غير ابداع، من غير صداع. ولو عاوز برنامج متكامل للدوكيومنتيشن ممكن تتواصل معايا من خلال الايميل اللي في الوصف الفيديو. المهارة الرابعة شورت فورم فيديو سكريبت اوبتمايزيشن. دي مش كتابة سكريبتات عادية، دي هوك، ريتنشن، كول تو اكشن. مين بيدفع؟ البيرسونال براندز، كوتشز، الساز فاوندرز. ليه المهارة دي انفجرت اصلا؟ عشان الشورتس هي الوقود. الدخل ممكن يكون من 25 ل 50 للسكريبت الواحد. لو عملت 20 سكريبت بيساوي 1000 دولار. خطة التعلم هتعرف كل انواع الهوكس، تمام، تسجلهم عندك في قاعدة بيانات. الاسبوع الثاني هتشوف الستوري لوبز. الاسبوع الثالث الريتنشن سايكولوجي، ويكون معاك كل ده في داتا بيز بالكلام، وتعمل بيه كاستم جي بي تي علشان تساله على اي سكريبت يعمله لك في ثواني. الاسبوع الرابع هتعمل براكتس بقى وفيديوهات حقيقيه انت تعملها، بحيث انك تعمل بورتفوليو لنفسك وتشوف الواتش تايم ده زاد، الناس التفاعل عامل ايه، وتقدر من خلاله تقدمه كخدمات. ولو وصلت لهنا يبقى انت كده انت جاهز انك تبدا. ولو ناوي تبدا قول لي المهاره اللي لمست معاك وناوي تبدا فيها. كان معاكم عبد الله السهولي